إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. على رابع حرفة عندي اللي هي التعدين واستخراج البترول. طبعا التعدين يعتبر من أهم الحرف الاقتصادية في البيئة الصحراوية، هو واستخراج البترول، نظرا للعائد المادي الكبير جدا 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 اللي بيعود على الناس اللي شغالة فيه. فهنقول كده ان اول نقطة عندي ان بيعمل عدد كبير جدا من سكان البيئة الصحراوية في حرفة التعدين واستخراج البترول. طالما انا كده كده عايش في الصحراء، والبترول والتعدين او المعادن بيتم استخراجهم من الصحراء، فبدل ما انا اشتغل حرفة تجيب لي دخل صغير وتخلي مستوى المعيشة بتاعي قليل، طب ما انا اشتغل حرفة تدخل لي دخل اكتر وتخلي مستوى المعيشة بتاعي احسن. وبالتالي عشان خاطر تتم صناعة حرفة التعدين عندي، فبتقوم الدولة بإنشاء مراكز عمرانية. تعمل عندي مراكز عمرانية، بيكون قريبة من مناطق التعدين وحقول البترول. ليه؟ عشان خاطر حاجتين اتنين. طبعا توفر للعمال جهد وتوفر لهم وقت. لما يكون الساكن لما يكون العامل جنب منطقة شغله، تمام، اكيد مليون في المية هتوفر له وقت كتير جدا، لان هو بيبقى قريب من شغله. زائد ان هي بتوفر له جهد ليه بقى؟ عشان خاطر طول السفر. طيب، هل البيئة الصحراوية موجود فيها معادن وبترول بس؟ لا، ده انا في عندي كمان صخور اقتصادية. صخور اقتصادية يعني ايه؟ يعني بتخش في عملية البيع والشراء. عندي زي الجرانيت والحجر الجيري. ايه الجرانيت وايه الحجر الجيري؟ شفتوا الرخام اللي بيبقى موجود عندنا في البيت، سواء كان الرخامة اللي هي العتبة بتاعة البيت او مثلا الرخامة اللي بتبقى في المطبخ؟ الجرانيت شبهها بالظبط، بس بيكون اشد صلابة منها. اما الحجر الجيري فهو بيبقى الحجر الابيض الكبير دوت، اللي بيبقى موجود في قلب الجبل وبيتم عملية تكسيره. طب بيستغلوه في ايه؟ في بعض عمليات الدهان. لو جيت بصيت على الخريطة اللي قدامي دي مناطق استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الارض. على سبيل المثال، لو جيت اتكلمت على شبه جزيرة سيناء، هلاقي ان فيها معدن المنجنيز بيطلع من منطقة اسمها او بيستخرج من منطقة اسمها بجمة. طب المنجنيز عندي مهم في ايه؟ في صناعة الصلب. تاني حاجة، في الصحراء الشرقية عندي معدن الذهب، بيطلع من منجم السكري على سواحل البحر الأحمر. طبعا بيستغل في الحلي وبعض أنواع العلاج. عندي في الصحراء الغربية عندي اتنين. عندي هضبة أبو طرطور، دي موجودة في الواحات الداخلة وبيستخرج منها الفوسفات. الفوسفات مهم في ايه؟ ان انا بستغله مبيدات حشرية والأسمدة. وعندي طبعا الواحات البحرية، وبيستخرج منها الحديد اللي بيخش في صناعات كتير جدا زي السيارات والآلات. اما اللي موجود في شمال الصحراء الغربية اللي انا بشاور عليه ده بيستخرج منه البترول. ده من حقل اسمه حقل الرزاق بيستخرج منه البترول. لو جينا على الصفحة اللي ورا، الجدول وكلمتين دول فيهم شرح للخريطة اللي انا قلت عليه: الحديد، واحات البحرية، فوسفات ابو طرطور بواحات الداخلة، المنجنيز بجمة بسينا، والذهب منجم السكري في الصحراء الشرقية. زائد ان مصادر الطاقة زي البترول والغاز الطبيعي بطلعها من سواحل خليج السويس، واهمها الحقل الرزاق اللي موجود في شمال الصحراء الغربية. نتكلم على حرفة السياحة. تقول لي يا مصر دي صحراء، هيبقى فيها سياحة ازاي؟ هقول لك بيبقى فيها سياحة، وبيبقى فيها سياحة مهمة جدا جدا جدا. نوع من انواع السياحة كنا احنا خدناها السنة اللي فاتت، اللي هي سياحة سياحة السفاري. طيب، ليه السياحة تعتبر من الأنشطة الاقتصادية المهمة في البيئة الصحراوية؟ عشان عندي 4 أسباب. أول حاجة، وجود النباتات والحيوانات والطيور النادرة مثل الكبش الجبلي. أنا عندي في البيئة الصحراوية عندي بعض الحيوانات بتبقى نادرة زي الكبش الجبلي. إيه الكبش الجبلي؟ شفتوا المعزة؟ حاجة شبه المعزة كده بالظبط، بس بتبقى أكبر، شبه الجدي كده، وبيكون ليها قرون لفة حوالين نفسها. هو ده الكبش الجبلي. تاني حاجة، ان البيئة الصحراوية بيبقى فيها مناظر طبيعية خلابة جدا بتشد السياح ان هم يروحوا يشوفوها، زي سياحة السفاري، زي الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة.
الصحراء البيضاء ديت فعلا هي سميت بالصحراء البيضاء لان كل حاجة فيها بيضاء، صخورها بيضاء، حتى الرملة بيضاء، لان هي في الاساس كانت قاع بحر. طب بيروحوا يعملوا ايه في السفاري؟ بيروحوا يشوفوا شروق الشمس، غروب الشمس، يعملوا حفلات سفاري بالليل، يشووا يراقبوا الحيوانات البرية اللي عايشة في الصحراء. تالت حاجة، تتعدد المزارات السياحية مثل دير سانت كاترين وجبل موسى فين؟ في سينا، عشان كده بتقوم عند السياحة الدينية. تمام؟ هنقول ان في عند بعض المزارات الدينية في سينا هي اللي بتساعد على قيام السياحة الدينية. عندي طبعا جبل موسى اللي هو الجبل اللي سيدنا موسى طلع كلم ربنا من عليه وقعد يتعبد 40 سنة. تمام؟ وبعد كده عندي دير سانت كاترين، يعتبر من احدى الاديرة للمسيحيين، ويعتبر من اشهرها في منطقة سانت كاترين. فوجود المزارين دول هو دوت اللي بيساعد على قيام السياحة الدينية. واخر حاجة طبعا وجود المنشآت السياحية زي الفنادق والمخيمات، زي فنادق الواحات البحرية وساحل البحر الأحمر. طبعا ساحل البحر الأحمر بيبقى زي الغردقة أو سفاجة، فبيبقى فيها فنادق كتير جدا عشان سياحة الشواطئ. نطلع من الكلام دوت بأربع أسئلة. أولا، يقول بما تفسر انجذاب السياح لسياحة السفاري في البيئة الصحراوية. يعني ليه السياح بيعملوا سياحة السفاري؟ هنقول له بسبب تواجد المناظر الطبيعية الخلابة كما توجد في الصحراء البيضاء بالفرافرة. تمام؟ زي ما قلنا ان الصحراء البيضاء الفرافرة بتبقى فيها مناظر خلابة جدا بتشد السياح. لو جيت عكست السؤال قلت ما النتائج المترتبة على وجود المناظر الطبيعية الخلابة في الصحراء او في البيئة الصحراوية، هنقول له بالظبط كده جذب السياح لسياحة السفاري زي الصحراء البيضاء بالفرافرة. طيب ليه عندي في سياحة دينية؟ تاني سؤال بما تفسر ليه عندي سياحة دينية في البيئة الصحراوية؟ طبعا عشان عندي مزارات دينية بالظبط، احنا قلنا عشان خاطر اقوم بأي نشاط يبقى لازم المقومات بتاعته تقوم، فبالتالي عشان خاطر عندي مزارات دينية زي دير سانت كاترين وجبل موسى. لو جيت عكست السؤال قلت تعددت المزارات السياحية في البيئة الصحراوية، هنقول أدى إلى وجود السياحة الدينية مثل دير سانت كاترين وجبل موسى. وبالشكل دوت أعزائي الطلاب نكون خلصنا الدرس الثالث من البيئة الصحراوية والوحدة الأولى. أرجو أن انتوا تكونوا استفدتوا، و